كان في بالي سؤال توقعت أن يسألني عن أحد الأخوة، فأنا أسألك إياه الآن. الله أكبر عليك. مواقف في حياتك فيها حرج كثيرة، هي قصص منها تحكيها لنا ما تيسر. على الهواء مرة اتصلت متصلة تقول أن عندي مشكلة، أن زوجي ليس له في الدين نصيب ولا الالتزام، وهو يبغض الدعاة، وإذا رآني أرى أو أشاهد أحدهم يحاول أن يغلق التلفزيون أو يحول المحطة، وحقيقة عنده بغض للدعاء غريب جدا، وبالذات لفضيلتك، وهو جالس جنبه عايز يكلمك. سبحان الله. قلت هو جنبك يعني ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي والله بارك الله فيك على صبرك واحتسابك في أن تعيش مع من يخالفك في الطريقة والحياة، وده تحمد عليه، وأنا حقيقة أحمدك أشكرك حقيقة على صبرك عليها، لأن لها منحى غير منحاك. هذا الصبر إن شاء الله تؤجر عليه، وأنت تحمل نصف الإيمان بصبرك. قال والله بدأت أحبك يا شيخ، ما شاء الله عليك.